السيد الرئيس، السيد الوزير، وهنا اسمحوا لي أن أنقل إليكم بعض انشغالات ولاية الطارف، الولاية التاريخية، الولاية الحدودية. منها المطالبة بإنجاز مستشفى الأم والطفل بالولاية، كذلك الغلاف المالي للقطب الجامعي غير كافي، إنجاز وتكملة ملعب الذرعان المدرجات، وتهيئة الشواطئ والدراسة موجودة على مستوى وزارة السياحة، وكذلك تهيئة الملاعب لكل من بلديات بالريحان، بحيرة طيور، وشبيتة مختار، وزرامي. كذلك إعادة مسح الأراضي مع الوزير فيما يخص مسح الأراضي، أظهر في إشكال وطني أثناء عملية المسح. مصالح وزارة المالية لعملية المسح لم تتم على أحسن وجه، لكن أنا أطالب من هذا المنبر إعادة المسح وإعادة المخطط من جديد. كذلك التهيئة الحضارية خاصة المجمعات الريفية، من على سبيل المثال بلدية شيحاني، بلدية حمام بن صالح، بلدية عين الكرمة، في مجمعات ريفية من 2005 لم تستفيد من عملية التهيئة. وكذلك المطالبة بإنجاز محول اجتنابي بطريق السيار الشرق غرب، وبالمنطقة المسماة نشيمة ببلدية عصفور. وكذلك أخيرا تهيئة البنايات القديمة لبلدية القالة. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. المجد والخلود لشهداء الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.